مزينة دولية وخبيرة شعر وتزيين حائزة على شهادات من شركة سالكوم التركية ومن الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين، وعلى شهادة دكتوراه فخرية. تملك خبرة واسعة في تصحيح أخطاء الشعر وخبرة في تركيب الألوان. بالإضافة إلى ذلك فهي مسؤولة العلاقات العامة في النقابة العليا للتزيين والمكياج في لبنان. خبيرة الشعر والتزيين السيدة فداء منذر، فلتتفضلي للتكريم. خبيرة الشعر والتزيين السيدة فداء منذر. الأخصائية الدولية لتزيين الشعر الست فداء منذر، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي حبيبة قلبي. أول شيء هيدا اللقب حصلتي عليه مجددا، لقب المزينة الدولية، شو بيعني لك هيدا اللقب؟ الحمد لله بعد جهد يعني شاركت بأكثر من دولة ومثلت لبنان، كان مجهود شخصي، وهلا الحمد لله أخذنا اللقب مع مسؤولة العلاقات العامة الدولية بالنائبة العليا للتزيين والمكياج بلبنان. قد ايه هيدا اللقب بس تاخديه عن جدارة وعن تعب بتحسي بطعمته أحسن؟ أكيد أكيد، هيدا ثمرة النجاح اللي تعبت كل الوقت لحصلت عليه. حضرتك الليلة ست فداء من عائلة الكفيفة، نحن مكرمة ضمن الفعاليات تبع لبنان نيوز أونلاين. شو بيعني لك كمان هيدا التكريم تحديدا، وبس تضيفي تكريم فوق تكريم وهيك تحطيهم حد بعضهم، شو بهيدا الإحساس الحلو الرائع اللي بينتابك؟ هاي الشهادات الكبيرة اللي أنا عم بعتز فيها هلا، هيدا أكيد بالرضا وال كيف بدي اقول لك اياها، انه كثير حسيتها قيمه مضافه يعني على الجهود اللي اشتغلتها، انه شو من عمر صغير انا عم بشتغل كوفيره لهلا حصلت على هذا الشيء بمجهود مش بواسطات، سوري بهالكلمه. وانا ايه، وبتشكرهم اكيد على التكريم وعلى هالدعوه الحلوه وافتكروا فينا، وان شاء الله الله يوفق الجميع يا رب. قد ايه ضمن هالظروف الصعبه اللي عم يمرقوا فيها لبنان قادرين تستمروا حضرتكم كنقابه وكمزينين شعر؟ لكن كثير صعبة، كثير صعبة، لأنه حتى رئيس النائب الأستاذ حسام عقل ما عم بيقص، أكيد بنوجه له أكبر تحية، لأنه كثير عم يشتغل، وزير العمل كثير داعمنا ووقف حدنا لتنظيم المهنة اكيد كمان المهنه عليها كثير دخلاء، كثير فكثير عم نحاول ننظمها قدر المستطاع، والوزير العمل كثير مساعدنا، والاستاذ حسام عم يضرب بايد من حديد كمان بهذا الموضوع. يلا يعطيكم الف عافيه ومبروك سلف التكريم، وان شاء الله بنشوفك جوا بالسعد. شكرا حبيبه قلبي، الله يوفقكم. يونس، اي يونس، طلعوا ايوه طلعوا.